انا اسمي يوسف. انا مينا وديع. بسمة سليم. معاذ محمود حجاج. انا محمد اسماعيل صالح عبد الباقي. شفته مع اصحابي بصراحه عجبني جدا. سمعت عن البراند نفسه من محمد منعم، يوتيوبر وفيسبوك. انا البراند اصلا متابعاه من ايام ما كان نازل في الهند، كنت بشوف بقى ريفيوهات عنه وكنت منتظراه بفارغ الصبر ينزل مصر. عن طريق الفيسبوك ان انا شفت الصفحه كانت لسه معموله، كنت متابع على الصفحه على طول. اشتريت ريلمي 2 برو النسخه 128. موبايل ريلمي 3 برو. ريلمي 3 برو. ريلمي 3 اللي معايا دلوقتي. انا جبت النسخه 64 وعملت المقارنه بين كل التليفونات. الفاست تشارج الخاصيه دي تحفه جدا، شكله عصري جدا. لقيت ان هو تفوق عليهم كلهم بصراحه. اول حاجه البطاريه كانت 4230 ملي امبير. الشحن بصراحه كان فرق معايا جدا. الكاميرات بتاعته تحفه جدا. استخدام متوسط حوالي يومين ولا حاجه. الشريحتين برضو الميزه دي مش متاحه في الايفون. التليفون القديم كان فيه لاج كتير وكان ممكن تهنج كتير، البطاريه بتخلص بسرعه. الدقه عاليه خالص، بلعب براحتي. البطاريه بتستحمل جدا جدا جدا، حتى لو انا على 20% انا عادي مكمل، مش قلقان من حاجه. لما باجي احط التليفون في الشاحن وانا بستخدمه بصراحه بيشحن عادي زي ما اكون قافله، يعني كاني ما بستخدموش اصلا. ما بيسخنش يعني، بس لما يكون الجو حر خفيف يعني بالنسبه للجو. في اسفلت نايت الالوان يعني فرقت بكتير. تليفون 2% يا جماعه. فين الفوج؟ الفوج يا جماعه مش طبيعي، كان 2%، 9% دلوقتي بالفوج. هو الحجم يعني اختلف حاجه بسيطه جدا، ان ده اكبر شويه. لا فظيع جدا كشكل وككل حاجه. لو فول سكرين او تبقى الشاشه سوبر اموليد. شاشه ايدج والحواف كامله في الريلمي يفرق جامد بصراحه بالنسبه لي.